السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من فقره الشاي الاخضر. الحقيقه بقالي كتير قوي ما عملتش حاجه عن الفقره دي، شهر او اتنين او تلاتة يمكن. عندي جمود فكري وما عنديش اي حاجه اطلع ان انا اقولها. في حد شكر في الموضوع ده، موضوع ان الفقره دي يعني، فانا بشكره ان هو عمل كده. الحقيقه ان انا الفقره دي بفتح الكاميرا زي ما انت شايف بدون اي مؤثرات، بتكلم فيها عن موضوع شاغل بالي، واتمنى ان هو يكون شاغل بال حد تاني، واتمنى ان الحل اللي انا بقوله يفيد شخص من الاشخاص، حتى لو كان شخص واحد يعني. وموضوع حلقتنا النهارده زي ما انت شايف، احنا كنا متعودين الطقوس يعني بتاعت الفقرة دي ان انا بجيب شاي اخضر، ولكن النهارده انا مش جايب شاي اخضر، انا جايب عصير مانجا. طيب، عصير المانجا ده يا جماعة جايبه هو ليه علاقة بشكل غير مباشر بالحلقة بتاعت النهاردة، وهو ان في فترة في حياة الانسان، سواء النهاردة انت بتاريخ النهاردة انت تكون مريت بيها، او انك انت لسه ما مريتش بيها، وهي يا جماعة انك انت بتكون في فترة متكتف، فترة بتفقد فيها الشغف بأي طريقة من الطرق. مش بقولك الشغف اللي هو النجاح ولا والحاجات الحماسية بقى اللي انا بقولها دي، لا. اللي انا كنت بقولها في الحلقات اللي فاتت، لا. بقول لك انك انت فقدت السعادة، فقدت معنى الحياة، واللي هو انك انت جعان، حاسس انك انت جعان جدا للنجاح. وده لو حصل لك فتحس انك انت معدنك اصيل، انت عاوز تخرج من اللي انت فيه او اللي انت مريت بيه. فانا اللي جاي اقوله لك ان في فترة من الفترات لو وقعت في حاجة زي كده، عادي، مفيش اي مشكلة، صح؟ دي حاجة لازم تمر بيها، واتمنى وبدعي ربنا ان لو حد ما مرش بيها لحد دلوقتي يا رب ما تجيله فترة عندك حكم نفس عليك، حاسس انك انت متكتف، حاسس انك انت مش قادر تعمل اي حاجة انت بتحبها، مش قادر تتقدم لقدام خطوة واحدة. ممكن الموضوع يقعد سنة اتنين تلاتة عشرة، ولكن اللي انا جاي اقوله لك النهاردة ما تفقدش الامل. انتقم لكل السنين اللي انت ما كنتش قادر تعمل فيها اي حاجة دي، حتى لو الوقت عدى. مفيش حاجة اسمها كده، كل اللي احنا فيه ده مقدر من ربنا سبحانه وتعالى، واللي احنا فيه ده ربنا سبحانه وتعالى مختاره لينا. ولكن اول حاجة خلينا نمشي بخطوات. اول حاجة تعملها لما تحاول انك انت تخرج، طبعا انت طول الوقت هتحاول انك انت تخرج من الفترة دي. طب خرجت منها، حاول يا صاحبي انك انت تطبطب على نفسك، وتقول لنفسك معلش اللي فات ده حصل وخلاص، مش مهم، ده كان وارد يحصل لي. اتعلمت حاجة او ما اتعلمتش، خلاص اللي حصل حصل. وابتدي انتقم من كل اللي حصل لك ده، ومن كل الناس اللي عملوا فيك كده بنجاحك. مش عايزك يكون الكلام اللي هو بتاع التلفزيونات، ولكن لا، انتقم بنجاحك. شوف انت بتحب ايه، شوف انت عاوز تطور في نفسك ايه. معكش فلوس دلوقتي، دور على اي طريقة تجيب بيها فلوس تكون حلال، دور على اي طريقة تشتغل بيها وتنجح في شغلك. شوف انت كنت فين اخر خطوة انت كنت باصص فيها لنفسك كده وتقول انا عاوز اعمل كذا، كمل من عندها حتى لو انت فات عليها 100 سنة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون بيقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا. يعني انت فاكر اصلا ان انت اتخلقت كده عادي؟ لان انا بقول لك كده لان انا عارف انك انت لو مريت بالفترة دي فانت خلاص حاسس انك انت مالكش لازمة، ده انت اتبهدلت فيها. لا، ابتدي من جديد. ويمكن نعم من نعم ربنا عليا ان انا مدرك حاجة زي كده، فبطلع ان انا اقولها. في حاجة زي كده انا حاسس ان انا عاوز اتكلم معاك، عاوز يكون كل الاصوات اللي حواليا الموضوع يبقى طبيعي عشان نحس ان احنا بنكلم بعضينا. باعمل الموضوع ده مش هدفي إن أنا أوصل لأي حاجة، غير إن أنا هدفي إن أنا الموضوع بتاعي ده يكبر، وإن أنا أقدر أكلم ناس كمان، في البرنامج زي كده نوصل لناس تجارب، ونوصل لناس حاجات حاصلة جوانا بنقولها حقيقي. أنا لما باجي في حالة زي كده أنا بفتح الكاميرا وبتكلم. اوعى تفقد الشغف، وأنا في مرحلة من المراحل دي.
يعني انا مش طالع اقول لك كده وخلاص، لا انا خلاص مريت بفترة زي كده، لا مش مهم بقى، خلاص طبطبت على نفسي وببتدي دلوقتي ان انا اطور نفسي، منها فيديو زي الفيديو اللي انا طالع لك فيه دلوقتي، منها حاجات كتيرة انا بحاول اعملها بيني وبين نفسي، وانت بينك وبين نفسك في حاجات كتيرة قوي انت تقدر تعملها، تقدر انك انت توصل لها. فكل اللي عليك انك انت تهدى وريح يا عم، شهر يا عم، شهرين، سنة يا عم، ولكن تقوم بقى خلاص بقى، على قدر التعب اللي انت تعبته، طبطب على نفسك واعمل حاجات انت بتحبها، ولكن قوم بقى اشرب الحاجات البسيطة دي، ايه اللي بتفرق معاك؟ اشرب عصير مانجا يا عم، انزل الجيم، طور من جسمك، طور من شكلك، طور من الحاجات اللي انت عاوز تعملها يا عم. انت لو صغير وشاب، روح خد كورس انجليزي يا عم، روح خد كورس اي حاجة، روح ورشة تصوير، روح اي ورشة في حاجات انت بتحبها يعني. وانا بعمل كده يعني، انا مش بقول لك كده عشان انا من ان انا بتفزلك وكده، لا انا بعمل كده وبس عشان ما اطولش عليك. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش كده وخلاص، خلقنا في الاول وفي الاخر عشان نعبده، ولكن برضو عشان انك انت تكون، الدنيا يعني مش مستاهلة، وانك انت تكون طيب مع نفسك، وتنسى اللي فات وتنسى الناس اللي اذوك، وتبتدي من جديد خطوة بخطوة لحد ما تحقق كل حاجة انت نفسك فيها. اتمنى يكون الحاجة دي فوقتك شوية، والدنيا لسه فيها خير، وما تخليش الغمامة اللي عليك انك انت مضغوط تأثر على كل حياتك، ان كده كده الغمامة دي هتروح لحالها، وانت هتحقق كل اللي نفسك فيه. من التطبيقات يا صاحبي اللي هتساعدك في موضوع انك انت ترجع تحمس نفسك، وانك انت طول الوقت محتاج تذكير لنفسك انك انت قادر على كل الصعب اللي جاي، تطبيق اسمه موتيفيشن، بيبعت لك كل شوية نوتيفيكيشن كده بكلام تحفيزي يعني. حمله هيفرق معاك، ما تستخفش بالحاجات البسيطة دي، الحاجات البسيطة دي هي اللي هتوصلك لبر الأمان، وإن هي خطوة بخطوة هتلاقي نفسك خرجت من اللي انت فيه وبدأت خطوة جديدة.